نزلت من العربيه، وقفت العربيه، كانوا حاطينها في شنطه العربيه ورا، فنزلت من العربيه وفتحت الشنطه ونزلت طعن فيها. متجوز ولا لا؟ في الواحدة كيس اي. الفيديو ده انت في الغالب مش هتستفاد منه اي حاجه، او ممكن تستفاد، يعني مش عارف، ما اوعدكش بده ولا اوعدك بده، فعادي خليك يعني زي اي وقت ضيعته في عمرك، يعني هتفرق على الكام دقيقه بتوع ارمط دول. خليك. شريك العزيز، ازيك؟ ولو برضه مش شريك فبرضه ازيك؟ ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ العيد عامل ايه؟ اللحمه عامله ايه؟ 13 ساعه نوم بتوع كل يوم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا تمام. من فتره كده كتبت بوست على الكوميونتي لو في اي حد عاوز يسال اي اسئله، ويعني جالي شويه اسئله لطيفه، فتعالوا نجاوب. السؤال الاول من فاتن صبري: اول مره اسمع يوتيوبر بيقول كلمه شريك دي، ايه معناها وليه دايما بتقولها بصيغه المذكر؟ طيب مبدئيا يا فاتن انا بقولها بصيغه الجمع مش بصيغه المذكر. طيب ازاي بصيغه الجمع وانت بتقول شريكي او صديقي او عزيزي او ايا كان من الكلام ده؟ زي بالظبط مثلا لما اجي اقول لك الابوين، انا مش بقول الاب، انا بقول الاب والام، فالاثنين بيندرجوا تحت جمله واحده وهي الابوين. نفس الموضوع انا لما باجي اقول مثلا شريكي، انا اقصد شريكتي وشريكي الذكر والانثى، ولكن بنقولها في جمله واحده عشان نلخص على بعض، يعني ما نقولهاش بصيغتين مختلفين، بس باختصار شديد جدا يعني. اما بقى بخصوص الجزء الاول من السؤال، ايه اصلا معنى كلمه شريك؟ انا يا ست بشوف ان لما في اي حد بينجح في حياته في ايا كان ايه هي الحاجه، بيكون ليه شريك في النجاح ده. شريكه بقى بدعوه بظهر الغيب مثلا، او حد دعمه بفلوس، او حد دعمه بكلمه، او حد دعمه بلايك مثلا زي اليوتيوب عندنا. كل الكلام ده هو دعم، فبالتالي انا لما هاجي انجح في اي حاجه، فالشخص اللي ساعدني هو شريكي، واكتر حد بيساعدني هنا هو انتوا، فبالتالي شركائي. بس باختصار يعني. السؤال اللي بعد كده من مصطفى السمان، وهو سائل اكتر من سؤال: لاحظت انك بتربي قطط، فانت غاوي قطط ولا بتحب الحيوانات عموما؟ ولو جات لك الفرصه ممكن تربي ايه غير القطط؟ لا مش بربي الحيوانات عموما، بربي قطط فعلا، ولو جات لي الفرصه طبعا اربي اكتر من حاجه هربي يعني. اكتر حاجه نفسي اربيها طبعا الكلب يعني. بحب الكلاب جدا، ولكن مشكلتي معاهم طبعا الحكم الديني للاسف. بحب الحيوانات عموما جدا جدا، وبيوصل الحال ان انا ممكن اعمل مشاكل في الشارع بسبب القطط، يعني ممكن اتخانق مع ناس انا ما اعرفهاش اصلا بسبب القطط او بسبب الحيوانات عموما. الناس بقوا براس معيز والله، يعني الناس بقت براس معيز فعلا. السؤال الثاني من مصطفى برضه: ليك في الكوره؟ ولو ليك في الكوره بتشجع ايه نادي؟ بتشجع نادي ايه في مصر وبره مصر؟ ليك في الكوره شغف يا معلم، يعني اكتر حاجه بحبها اصلا الكوره، سواء لعب بقى او فرجه او ممارسه باي شكل، يعني بلاي ستيشن بقى، اي حاجه داخل فيها كوره انا دايس جدا. النادي اللي بشجعه في مصر طبعا الاهلي، يعني طبعا الاهلي مع احترامي طبعا لاي نادي تاني، ولكن الاهلي. بره مصر رقم واحد طبعا برشلونه للاسف، وتحتيه بايرن ميونخ. السؤال الثالث: اكتر درس اتعلمته في حياتك؟ دروس كتيره مصطفى، يعني دروس كتيرة وياما ده اتعرضت طبول، ولكن درس بمعنى درس ممكن ممكن اقول لك ان انت لو دخلت اي حاجة، يعني انت لو مقبل على اي حاجة، داخل على مشروع، داخل على جوازة، داخل على ايا كان في اتفاقات، ركز جدا جدا في تفاصيل الاتفاقات دي. حاول دايما ان الاتفاقات اللي هتتفقها انت والشخص اللي قدامك تبقى اتفاقات واضحة وصريحة، ما فيهاش اي تلاوع وما فيهاش اي لف ودوران، تبقى اتفاقات صريحه، علشان بعد كده للاسف الاتفاقات دي بتفرق معاك جدا. انت مثلا لو متفق على حاجه مبهمه او مش مفهومه ممكن تعمل لك مشاكل، وفي نفس الوقت ممكن تخسرك وقت او مجهود او فلوس للاسف. السؤال اللي بعد كده من فواز سامي: طلب غريب شويه، عاوزك تقلد صوت اعلان لقناه MBC2 لفيلم رعب. ماشي يا مصطفى، ماشي يا فواز، سوري. ماشي، عليك المايك ونودي لك حاجة كده. MBC2 فيلم رعب، ماشي. The Conjuring الليلة في الواحدة كيس اي على MBC2. السؤال اللي بعد كده من حبيبة سليمان: صوت حضرتك بهور وجميل، فهل جربت قبل كده فويس اوفر او
مثلا كتب صوتيه. هو انا بالفعل يا حبيبي في او، يعني انا بالفعل فويس اوفر، ودي كانت شغلانه لفتره كبيره كنت بشتغلها، وانا ستيل بشتغلها، ولكن مش فول تايم، يعني مش شغلانتي الاساسيه. بخصوص الكتب الصوتيه فلا ما جربتش ومش هجرب للاسف، لان الكتب الصوتيه بتستنزف الاحبال الصوتيه عندي، فيعني بتجهد الواحد جدا، والمردود بتاعها برضو مش احسن حاجه. السؤال اللي بعد كده من احمد علي، وهو يمكن ريليتد بالسؤال اللي فات. ازاي شاطر في الدبلجه من اول فيديو ليك؟ بص يا ابو حميد، هي دي مبدئيا مش دبلجه، يعني هي دي القاء، فهي ملهاش علاقه بالدبلجه شويه. شاطر فيها ليه؟ انا مش شاطر قوي ولا حاجه، بس يمكن عشان شغلانتي، يعني يمكن ممكن نقول متمكن فيها شويه عشان يمكن هي شغلي يعني. بس الاربع اسئله بقى اللي جايين هم برضو ريليتد ببعض او مرتبطين ببعض. يعني الاسئله من جاست بلينكس وساره صقر وريمو جيرل وريحانه الحايك. الاربع اسئله بيقولوا ليه فتحت قناه قضايا، وليه تحديدا اخترت المحتوى ده؟ اخترت محتوى القضايا عشان يمكن حسيت ان هو شبه شويه، يعني انا مش مجرم بس حسيت ان هو لايق عليا شويه، لايق على صوتي، لايق على الكاركتر بتاعي، اقدر ان انا اقدم المحتوى ده وانا قادر اكون متمكن منه. فدي كانت حاجه مهمه بالنسبه لي، وكذلك طبعا بحكم ان انا شغال فويس اوفر، فيمكن كانت سهله بالنسبه لي ان انا اقدر اتلاعب بالصوت، يبقى هنا في حته سسبنس، هنا اقدر ان انا اهدي صوتي، الكلام ده. فكانت بالنسبه لي فيها تمكن، يمكن شغلي هو اللي ضاف لي الحته دي، فعشان كده يمكن اخترت المحتوى ده تحديدا. الكام سؤال اللي جايين دول برضو ريليتد ببعض، من منا والاصدقاء، من سالي احمد، ومن ايه. ليه بتتاخر في الفيديوهات او ليه مش منتظم في تنزيل الفيديوهات؟ مبدئيا اليوتيوب مش هو شغلي الاساسي، انا شغال فول تايم او بدوام كامل في شركه انتاج، فللاسف هي اللي واخده كل الوقت اللي عندي، سواء على مدار اليوم او مدار الاسبوع كله. الحاجه الثانيه، انا ما بحبش اكروت. يعني ايه ما بحبش اكروت بالمصري؟ يعني ما بحبش اعمل الحاجه وخلاص، لو مش هعمل حاجه محترمه بكواليتي محترم مش هعملها. فيمكن ده بيأخرني كتير قوي، ان انا ممكن اكون عاوز انجز قضيه وخلاص، بس مش هقدر اعمل لها احسن مونتاج مثلا، او مثلا مش هعملها باحسن اداء، فلا بقول فاكس وما اعملش حاجه زي كده. لما اعمل كواليتي محترم ابقى ارجع واعمل قضيه. السؤال اللي بعد كده من كرافتس ويز ايه. اولا السلام عليكم. عليكم السلام. ثانيا ايه السر في اسم قناتك بيكوهات، واخترته ازاي ومعناه ايه؟ انا اسمي عمر، شهرتي بيكو. جامع بيكو ايه؟ ثالثا انت دارس ايه؟ خلي سؤال الدراسه واي حاجه متعلقه بيها شخصيه تبقى في اخر سؤال في الحلقه او في الفيديو، فايا كان. السؤال اللي بعد كده من محسن ياسين. واضح من اسلوب حضرتك انك انسان مثقف، خصوصا بعض نصايحك اللي بتقولها لنا في نهايه الفيديوهات، فهل بتحب القراءه؟ ولو بتحب القراءه فممكن ترشح لنا كتب نستفاد منها. يا محسن دي شهاده عظيمه حبيبي، ربنا يخليك، ومش ثقافه ولا حاجه ولا دي. كتب انا ما بقراش كتب بصراحه، ولكن بسمع كتب، فيعني ممكن اكون باخد نفس الاستفاده، مش عارف، ولكن ما عنديش خلق ان انا اقعد اقرا كتاب بصراحه، بصدع وبيحصل حاجات كده غريبه. يعني لو مهتم بفكره الاموال وازاي تنظم فلوسك والكلام ده، انصحك ببور داد ريتش داد، الاب الغني والاب الفقير، بتاع روبرت كيوساكي. ده كتاب خطير جدا في الحته دي. لو عاوز كتاب جامب اقفز بتاع ستيف هارفي، كتاب خطير جدا 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 جدا. الكتاب اللي بعد كده فن اللامبالاة، جامد جدا، هيضيف لك كتير جدا، وهيخليك تبص للمصايب او المشاكل اللي بتحصل في حياتك بشكل مختلف خالص عن كل اللي حواليك. فانصحك بالكتاب ده. صاحب الكتاب ده مارك مانسون، هيعجبك جدا الكتاب. اخر كتاب لو ما بتنامش او النوم عندك مش منتظم او مش عارف اهميه النوم، فانصحك بكتاب لماذا ننام. السؤال اللي بعد كده من لوجين ابراهيم. ازاي بيقع اختيار حضرتك على القضايا؟ والفيديو اجمالا بياخد قد ايه، سواء كتابه او تصوير او مونتاج؟ تمام. اختياري بيقع على القضايا ازاي؟ ان يكون فيها تويستات، تكون فيها لف ودوران ورايحه وجايه، وما تكونش يعني سهل على المستمع. يعني المستمع طول ما هو قاعد بيسمع القضيه يكون قاعد زي ما بنقول بالمصري كده مسحول. الفيديو بياخد قد ايه كتابه وتصوير ومونتاج؟ الكتابه انا في الغالب لما بكتب ما بصورش الفيديو في نفس اليوم، يعني بكتب في يوم وبصور في يوم. الكتابه على حسب، يعني ممكن الفيديو ياخد ساعتين، ممكن ياخد 5، ممكن ياخد ايا كان الوقت، مش وقت ثابت، على حسب المود، على حسب انا بكتبها في وقت واحد ولا لا. ممكن اكون بقسمها، مثلا بكتب كل فتره جزء على مدار اليوم يعني، فمش ثابته. التصوير بيبقى في يوم، يعني ده بيبقى في يوم. الفيديو مثلا الحوالي 25 دقيقه او 20 دقيقه بياخد مثلا مش اقل من ساعه ونص. الفيديو الرو الاساسي بياخد حوالي ساعه ونص. المونتاج مش اقل من يومين، يعني من يومين لاكتر.
فالفيديو اجمالا بياخد يعني ما اعتقدش اقل من 4 ايام حاجه زي كده، ده غير المراجعه طبعا بتاعت يوتيوب ما شاء الله عليهم يعني. السؤال اللي بعد كده من لولي او: اهلا، ايه اغرب قصه مرت على حضرتك يا شريكنا الكبير؟ يا لولي والله ده انت اللي قد الدنيا. اغرب قضيه كانت بتاعه شارون مارشال او شارون مارشال او شيرون مارشال، مش متذكر اسمها قوي، اللي جوز امها خدها من امها وهي صغيره ورباها وبعد كده اتجوزها وبعد كده قتلها يعني. مش عارف كان دماغه بيدور فيها ايه بصراحه. اكتر قضيه بقى اثرت فيك، اكتر قضيه اثرت، السؤال ده من يونا شان، والسؤال اللي قبليه احنا قلنا من لولي. من يونا شان: اكتر قضيه اثرت فيك؟ اكتر قضيه اثرت فيا كانت بتاعت شاندا شيرار، البنت الصغيره اللي اصحابها عملوا عليها حفله دي. ويمكن من اكتر الحاجات اللي خلاني ان انا اصلا اختار ان دي اكتر حاجه اثرت فيا، لما واحده من البنات كانت غالبا بنت اسمها يوري، نزلت من العربيه، وقفت العربيه، كانوا حاطينها في شنطه العربيه ورا، فنزلت من العربيه وفتحت الشنطه ونزلت طعن فيها. من المشاهد صعب عليا تخيلها يعني. السؤال اللي بعد كده من دينا دندن: شريكنا العزيز، ازيك؟ الاخبار؟ دراستك كانت ايه؟ واول وظيفه ليك؟ ماشي، خلينا في دراستك كانت ايه، ده هيبقى في الاسئله المتعلقه بي انا، خليها في اخر الفيديو. اول وظيفه ليك كانت ايه؟ كنت بعمل جيمز اونلاين، الكلام ده من حوالي كام حوالي 11 سنه يعني، 11 سنه اعتقد كنت بعمل جيمز اونلاين. كانت حاجه فريلانس يعني. اكتر حاجه بيشدك في اي قضيه وبيحمسك انك تعمل عنها فيديو؟ يمكن جاوبنا السؤال ده من شويه، ان هي يكون فيها تويستات، يكون فيها لف ودوران يعني. السؤال اللي بعد كده بقى من ساره الشمري: انا حابب اسالك من هو مثلك الاعلى وما رايك بالعراق؟ العراق بلد عظيم، او العراق بلد عظيم، بلد مثابر، فربنا يحفظ اهله وشعبه من كل شر بامر الله. اما بقى الجزء الاول من السؤال: مين مثلك الاعلى؟ بصراحه فكره المثل الاعلى دي انا ضدها يعني، ممكن اقول على المستوى الشخصي او في المطلق، بس خلينا نتكلم عن نفسي تحديدا. انا بشوف ان الانسان ما ينفعش يبقى له مثل اعلى، هو شخص كده ثابت، فكل ما يتسال انا مثل الاعلى فلان. طبعا ناهيك عن فكره النبي صلى الله عليه وسلم ان طبعا هو المثل الاعلى الثابت والاساسي لاي مسلم يعني، احنا بنتبع سنته علشان هو اصلا مثل اعلى، فده يعني اكبر دليل انه مفيش عليه اي غبار. ولكن لو هنتكلم عن الناس اللي زينا، ناس مش انبياء، ناس طبيعيين جدا، ففكره ان انا اقتدي بشخص مش اصح حاجه. ليه؟ لان الشخص ده ممكن يكون مبادئه مختلفه معايا، ممكن يكون عنده مثلا سلوكيات معينه انا شايف ان هي تنفعني. مثلا على سبيل المثال محمد صلاح راجل مثابر ومجتهد وبيسعى وكل الكلام ده، فانا ممكن اتخذ محمد صلاح قدوه في الحته دي. مثلا استاذ احمد الشقيري راجل دايما بيسعى ان هو يسيب اثر وراه، لما يروح بعد عمر طويل يبقى في اثر وراه، في اجيال من وراه بتتعلم من العلم اللي هو ضافه ده، فممكن مثلا اتخذ احمد الشقيري في النقطه دي. وهكذا هنقيس بقى على ناس كتيره، لكن فكره ان انا مثلا اتخذ محمد صلاح قدامي هو قدوه بس، طيب افرض محمد صلاح ده بيعمل حاجه غلط فانا متاثر بيه كده من غير ما احس، فلو عمل اي سلوكيات مختلفه عن السلوكيات بتاعتي او مبدأه في حاجه معينه مختلف عن المبدأ بتاعي، انا ممكن اتاثر بيه. مش شايف انه صح يعني. انا رغيت في النقطه دي كتير، بس كنت عاوز اوضح بخصوص محمد صلاح وبخصوص احمد الشقيري، هم فعليا مثل الاعلى في النقطتين اللي انا قلتهم دول، وفي بقى ناس كتيره يعني، ولكن علشان الامر ما يطولش يعني. السؤال اللي بعد كده من فريده مصطفى: شريكنا العزيز، لو هتكون ممتن لحد هتكون ممتن لمين وليه؟ موضوع الامتنان ده مهم. بص هي او بص يا فريده، يا رب ربنا يستر ما يقولوش ان انت بتكلمها هي كمان بصيغه المذكر. هي جمله ممكن تبان اكليشيه، او ممكن اللي هقوله ده يكون اكليشيه شويه، ولكن لو هكون ممتن لحد فعلا هيبقى ربنا سبحانه وتعالى. ليه ربنا سبحانه وتعالى؟ يمكن انت سالتي لو هتكون ممتن لحد فانت ممتن ليه؟ انا مش عايش بالي كتير يعني، انا مش حد عجوز يعني، ولكن المواقف اللي انا مريت بيها، سواء مواقف صعبه او حاجه كنت بتمناها، او حاجه كنت بتمناها وما جاتش، حاجه كنت بتمناها يعني جت، او حاجه كنت بتمناها وما جاتش، اكتشفت ان في كلا الحالتين انا كسبان. الحاجات اللي كنت بتمناها من ربنا سبحانه وتعالى وادعي واتضرع وابقى صادق قوي في دعوتي، وحاجه ما تجيش، طب ليه يا رب هو انت بتعاقبني يعني ولا ايه؟ فاكتشف مع مرور الايام ان لا يعني ربنا سبحانه وتعالى بعد عني حاجات كانت هتأذيني جامد، حاجات كنت بتمناها اتأخرت عليا، ولكن جت في اوقات انا فعلا كنت محتاجها جدا، ولو جت قبل كده انا ما كنتش هستفاد بيها، او كانت ممكن كمان تضرني. ناهيك عن كده بقى فكره الكرم اللي ما بتكونش انت مصدقه يعني، او اللي ما بتكونيش انت مصدقاه، ان انت ممكن تسعى في جزء معين او تسعى في حته معينه وتلاقي ربنا سبحانه وتعالى نصرك في حته تانية. او مثلا انت ممكن تكون
بقالك فتره كبيره كنت بتسعى في حاجه وربنا ما حققها لكش، فخلاص انت شفتها وفكتك منها ورحت في سكه تانية، فتلاقي الحاجه التانية اللي انت كنت اهملتها دي خلاص انت حطيت فيها كل طاقتك وما جاتلكش، فتلاقي ان الحاجه دي جات لك باسهل ما يمكن، خلاص انت اهملتها. ربنا سبحانه وتعالى عاوز يقول لك انت اجتهدت في حته تانية، ولكن الحاجه اللي انت كنت طالبها دي انا جبتها لك، ولكن في الوقت اللي انت مهيئ ليه او الوقت اللي انت هتبقى قادر تتعامل معاها فيه. فلو اكون ممتن لله اكون ممتن في حاجات كتير قوي، لدعوات اتلبت، لكرم، لستر، والستر دي يعني نقطه مهمه جدا. لما بلاقي مثلا حد بيكتب كومنت معين او حاجه اكبر مني انا شخصيا، بقول يعني يا رب، يعني على فكره ده انا منايل ب60 نيله، يعني الناس دي شايفاني كده ازاي؟ فبيبقى ستر وكرم كبير جدا من ربنا. فالواحد لو هيكون ممتن لحد، مش عارف، حاسس ان حد دي جمله ما فيهاش تعظيم لله. لو هكون ممتن في المطلق فربنا سبحانه وتعالى. لو حد في الدنيا فهي امي بلا منازع يعني. ولو قعدت اكتب بقى وقعدت اقول على حوار امي ده يبقى كلام كتير قوي، ولكن ممتن ليها جدا يعني. السؤال اللي بعد كده من روز، هل تؤثر قراءة القضايا في حالتك النفسية والمزاجية، ولا انت بتعرف تخرج من الاندماج فيها بسهولة، او انك لا تتفاعل معاها وبتعتبرها موضوع القراءة والتحليل؟ ماشي. بتأثر فيها ولا لا؟ مش عاوز اقول يعني، مش عاوز ابان مثالي في ان انا اقول حاجة مش صح او مش واقعية قوي او مش حقيقية. برضو انا بشوف ان الواحد لما بيتعرض لشعور معين لفترة كبيرة تأثره بالشعور ده بيقل. بمعنى مثلا انا لو قاعد بتفرج على ماتش والماتش ده خلص 3-0 او 4-0، انفعالاتي وفرحتي في الجون الاول غير انفعالاتي وفرحتي في الجون الثالث مثلا، وكذلك على المصايب او المشاكل او الشعور الحزين. لو تعرضت للشعور ده باستمرار او اكتر من مرة، تأثري في اول مرة غير تأثري في ثاني مرة غير تأثري في ثالث مرة. باختصار انا بشرح ده ليه؟ ان هي فعليا ما بتأثرش عليا غير في حالات معينة بس. يعني ممكن مثلا وانا بقرا قضيه وانا بكتب قضيه اكتشف موقف معين في القضيه ياثر عليا، ولكن القضيه كلها ككل لا. يعني فكره ان هي تاثر على نفسيتي او يومي يقف عليها او الكلام ده بصراحه ما بيحصلش. يعني مش عاوز ممكن كنت اقول خلاص وبتاثر عليا وبتخليني مفرفر، لا مش كل حاجه، لا بصراحه. السؤال اللي بعد كده من جيم، ازيك؟ انا متابعه قديمه، انا عايز اعرف هل يمكن في يوم تغير المحتوى؟ لا لان انا في بدايه الكلام قلت ان انا اصلا اخترت المحتوى لانه شبهي. ممكن اعمل محتوى مختلف ولكن على قناه مختلفه، يعني مش القناه دي، يبقى قناه ثانيه بمحتوى مختلف. واكيد طبعا مش دلوقتي. يعني انا مش عارف سنك قد ايه بس بحسك ناضج جدا. السؤال ده من جمال محمد. انا مش عارف سنك قد ايه بس بحسك ناضج جدا، فلو هتنصح حد نصيحه في مرحله المراهقه او مرحله العشرينات تنصحه بيه؟ والله بص يا جمال، هي حاجه ويرد قوي ان انا يعني انصحك بحاجه للمراهقه او العشرينات وانا شاب 20 يعني، ويمكن السن ده هقوله في اخر الفيديو مع الاسئله المتعلقه بيا. فكره المراهقه او العشرينات، بص مش هقول لك نصيحه يعني عشان ما تبانش كبيره شويه في حقي ان انا بنصح حد، ولكن ممكن اقول لك ما تغلطش غلطتي. يعني ممكن اقولها لك مثلا تحت مسمى ما تغلطش غلطتي. اول حاجه وبشوفها ان هي اهم حاجه الوقت. يعني بشوف ان الوقت ده من اكتر الحاجات اللي يمكن انا ضيعتها من عمري. في حاجات كتيره كنت محتاج ابقى اجريسيف اكتر مع فكره الوقت، ان انا ما سيبوش يفرط بالسهوله دي. فدي نقطه مهمه جدا. ولو هتقيس على ده مثلا، لو عاوزني اديك مثال لحاجه زي كده، ان مثلا انت تعرض عليك شغلانتين، شغلانه مثلا بتقبض فيها 1000 جنيه، شغلانه تانية بتقبض فيها مثلا 20,000 جنيه. الشغلانه اللي بتقبض فيها 1000 جنيه دي هتضيف لك اكسبيرينس كتيره جدا، وهتلاقي في نهايه اليوم عندك مثلا 2-3 فاضيين، او 2-3 طاقتك تسمح ان انت تعمل حاجه تانية. دي الشغلانه الاولى. الشغلانه الثانيه مثلا بتاخد فيها 10,000 جنيه او 20,000 جنيه او ايا كان، بتاخد يعني اكس اماونت اوف ماني اكتر بكتير من الشغلانه الاولانيه، ولكن وقتك فيها ضايع، وفي نفس الوقت ما بتاخدش اكسبيرينس، مفيش خبره بتاخدها من ورا الشغلانه دي. خليني اقول لك ان الفلوس هنا مش معيار مهم قوي. الفلوس معيار مهم جدا في ان انت تعيش، ان انت تجيب مستلزماتك، احتياجاتك، الكلام ده كله انا معاك، ما اختلفناش على ده خالص. ولكن في حاجات تانية اهم بكتير من فكره الفلوس. لان الفلوس، خليني برضه اقول لك دي نقطه فرعيه شويه في الموضوع ده، ان انت سواء بتقبض 1000 جنيه او بتقبض 20,000 او بتقبض مليون، الفلوس مع الوقت اللايف ستايل بتاع حياتك بيتكيف على المبلغ اللي انت بتاخده. فانت لو بتاخد 1000 جنيه فهتقدر تحزم نفسك او تحجم نفسك انك تصرف 1000 جنيه كل شهر. لو بتقبض 10، بتقبض 100، بتقبض مليون، هتحجم نفسك على الوضع ده. فما تستغربش لما تلاقي واحد يقول لك مثلا انا بقبض 100,000 جنيه في الشهر بس بيصرفهم. ممكن يقول لك انا
في ضائقه ماليه انت هبل، انت تقبض 100,000، انا في ضائقه ماليه، لان هو كيف حياته على الوضع ده. فلو انت تقدر تكيف حياتك مثلا على الوضع ان انت تعيش ب 1000 جنيه، مش اقصد 1000 جنيه تحديدا لان 1000 جنيه ما تعيش اي حد فعلا، بس بتكلم يعني فور اكزامبل ان انت تاخد مبلغ قليل ولكن تاخد معاه مميزات تانية. الساعتين 3 اللي هتاخدهم مثلا في الشغلانه اللي بتاخد فيها فلوس قليله، تقدر ان انت مثلا تضيف سكيل جديده لنفسك، تقدر تتعلم حاجه جديده، تقدر تعمل اي حاجه هتضيف لك بعد 2 3 بعد 5 هتضيف لك حاجه ليك انت. زائد طبعا ما تنساش ان انت هتاخد خبره في الشغل ده. نيجي بقى على الوجه الاخر في الشغلانه الثانيه، انت ممكن تاخد مبلغ كبير جدا ولكن تيجي بعد 5 سنين انت ما اتحركتش من مكانك، يعني انت واقف ولا كانك عملت اي حاجه، انت بتاخد فلوس بس، والفلوس دي خدتها وصرفتها وما استفدتش اي حاجه. طبعا فكره ان انت تاخد الفلوس وتستثمرها في حاجه تانية وتستفاد بيها، انا معاك جدا. ممكن حد يقول لي طب ما انا ممكن اخد الفلوس الكتيره دي واستثمرها، انا معاك، ولكن الخبره احيانا بتكون اهم من الاستثمارات. ان انت تطلع بخبره من اي حاجه انت بتعملها في حياتك دي مهمه جدا. زائد ان انت ممكن تكون في شغلانه هي فعلا بتديك فلوس كتيره ولكن بتستنزفك جدا، تلاقي نفسك انك بعد ال5 سنين دول انت مش قادر تكمل، خلاص انت قوتك البدنيه مش جايبه اكتر من كده، فيا فرحتي بالفلوس اللي انت خدتها. فباختصار شديد يعني المثل ده سواء صحيح او في شك، ولكن الوقت هو اهم حاجه انت ممكن تستثمرها في الفتره دي. دي النقطه الاولى. النقطه اللي بعد كده يا معلم فكره المقارنات، ان انت تقارن نفسك بحد. وانا يمكن ببقى عاذر نفسي وببقى عاذر الشباب اللي زيي ان كميه الاطلاع بقت زياده قوي. انت بقيت بتشوف كميه داتا مش طبيعيه، في حاجات كتيره بتخش في دماغك وفي نظرك طول النهار مش طبيعي. انت بتسكرول بتلاقي مش عارف فلان اللي من سنك اتجوز احسن واحده في المجره، ومش عارف معاه عربيه زربيح سيسيهات، ومش عارف بقد ايه، وساكن في بيت عامل ازاي. تلاقي حاجات انت فين منها، انت بتحس اللي هو انا فين من الناس دي؟ انا ليه بطلع اشتغل مثلا 8 ساعات او 12 ساعه طول النهار علشان مثلا اخد فكه يا دوبك تعيشني لاخر الشهر؟ خليني اقول لك ان اللي انت فيه ده اللي واقعي اكتر. طبعا مش بقول لك ان انت تفخد وتسكت لان دي هتبقى في النقطه اللي بعدها اللي هقولها لك، ولكن بنتكلم في النقطه دي تحديدا ان انت لما بتيجي تقارن او تحط نفسك في مقارنات مع الناس دي، انت بتقارن نفسك بحاجات او بناس مش حقيقيه، او اللي ظاهر اصلا مش حقيقي. ده جزء صغير جدا من الحقيقه، انك مسكت كده كوين ورميتها في وسط محيط. اللي ظاهر لك ده كله هو الكوين، لكن المحيط هو اللي مش ظاهر لك. ولذلك هتلاقي ان في حاجات كتيره جدا بتحصل على السوشيال ميديا مش صحابها اللي بيظهروها. يعني تلاقي المصيبه مثلا اللي حصلت عند فلان اتصور بشكل معين، او شريكه حصل ما بينهم حاجه فطلع واحد فيهم يتكلم، فتبدا هنا المصيبه تظهر. في حال ان المصايب موجوده بس هي مش ظاهره لان صاحبها عاوز يبرز لك اللي هو عاوز يبرزه بس. فانك تقارن نفسك بالحاجات اللي بتشوفها كتير دي حاجات مش حقيقيه. فريح نفسك خالص وريح بدنك وريح دماغك من كل الكلام ده. لو عاوز تقارن نفسك فعليا بحد فقارنه بنفسك. قارن نفسك انت بالسنه اللي فاتت، قارن نفسك انت من 5 سنين، شوف انت كنت فين في النقطه دي وبقيت فين دلوقتي في النقطه دي الحاجه الوحيده اللي تقارن بيها نفسك. النقطه بقى الاخيره ان انت ما تجريش وخد نفسك شويه. بمعنى الفتره من 20 ل 30 فتره الكولكت، انت بتجمع فيها، بتجمع اي حاجه تيجي قدامك جمعها. لقيت سكيل هنا روح جمعها، لقيت شغلانه هنا تديك اكسبيرينس في حته معينه جمعها، لقيت فلوس هنا جمعها. الفتره دي فتره التجميع بس، فتره ان انت تلم خبرات من كل حته. ففكره انك تحسس نفسك دايما، ودي مرتبطه خد بالك بالنقطه اللي فاتت، ان انت دايما بتحس انك عاوز تجري، انت دايما مش قادر تاخد نفسك. فلان اللي عنده 22 سنه وانا عندي 25 سنه هو محقق مش عارف ايه في الحياه وخلاص قفل اللعبه، وانا لسه مش قادر. فانت خد نفسك، وزي ما قلت لك قارن نفسك بامبارح بنفسك انت. فالفتره دي يا معلم فتره التجارب، تجرب مشاريع وتفشل، تجرب شغل تاخد منه اكسبيرينس، تجمع فلوس هنا تستثمرها في حاجه تفشل تنجح تاخد منها خبره. كل الكلام ده هو اللي تستفاد منه، عشان لما تيجي تعدي فتره ال30 سنه تبقى خلاص انا رسيت ان انا بعد كل ال10 سنين اللي عشتهم دول انا استفدت 1 2 3. فبعد ال30 بقى ممكن تحدد الكارير بتاعك بوضوح جدا. ممكن تفتح مشروع وانت متاكد خلاص من المشاريع اللي انا فتحتها قبل كده انا خدت خبره 1 2 3. كل الكلام ده في الاخر هتلاقيه ضاف لك. بس حاول اهم حاجه خد نفسك، محدش بيجري وراك. ودي على فكره حاجه انا بقولها لنفسي انا تحديدا، لان يمكن فكره الاوفر ثينكينج، يعني انا بفكر دايما في بكره ده انا هعمل ايه، يعني هشتغل ايه، هجيب فلوس منين عشان اعمل كذا. سبحان الله، يمكن دي النقطه اللي كنت بتكلم فيها على فكره الامتنان. ان انت لما بتسلم امورك لله وبتعمل اللي عليك، الموضوع
الموضوع مش صعب يعني. هي الحياه فعلا صعبه، الحياه فعلا ما بتديش كل حاجه على طبق من ذهب، ولكن في نفس الوقت اعمل اللي عليك، اعمل اللي عليك بس باخدان نفس. يعني خد نفسك واعمل اللي عليك، اقف خد نفس وكمل، اقف خد نفس وكمل. لكن ان انت تفضل في ساقية على طول بالمنظر ده صعب. السؤال اللي بعد كده من سمراء اليمامه، سؤال لحضرتك يا استاذ عمر: ما هي نصيحتك لي كمبتدئه في مجال فويس اوفر؟ مبدئيا يا جماعه بلاش حوار حضرتك واستاذ والكلام ده، يعني بلاش الواحد ياخد قيمه اكبر من قيمته. يعني المقامات محفوظه وكل حاجه، بس بلاش، يعني احنا بنقول شركاء واصحاب واهل، فبلاش حوار حضرتك واستاذ والكلام ده. النصيحه مبدئيا الفويس اوفر هو مجال تحتيه مجالات كتيره، مثلا زي الطب او الهندسه. فانت عندك مثلا الطب بيبقى اقسام بقى، طب بشري، طب اسنان، علاج طبيعي، الحاجات دي كلها. كذلك برضو عندك في الفويس اوفر عندك الدوبلاج، التمثيل الاذاعي، عندك الوثائقيات، عندك الاعلانات، عندك الاي في ار، المساعدات الصوتيه، عندك اكتر من مجال. فبالتالي انت لازم تتعرفي على المجالات دي كلها وتشوفي انت مايله لانهي مجال فيهم. ده اهم حاجه الاول، ان انت تعرفي انت عاوزه انهي مجال فيهم، علشان ما تلاقيش نفسك متشعبه في اكتر من مجال وحيرانه. فدي اول حاجه. تاني حاجه اسمعي كتير، بس من غير ما تنقشي اللي انت سامعاه، او من غير ما تاخدي شخصيه اللي انت بتسمعيه. ودي نقطه مهمه جدا، ان انت يكون ليكي شخصيه في مجال الفويس اوفر. تسمعي وتعملي محاكاه للي انت سمعتيه. مثلا تيجي تسمعي اعلان، لو عاوزه مثلا تشوفي الالوان بتاعه الاعلانات، تسمعي اعلان وبعد كده تعملي له محاكاه بطريقتك وصوتك واسلوبك انت، مالكيش دعوه بالشخص اللي انت سمعتيه. بعد كده تتعلمي ازاي تنظمي النفس بتاعك وانت بتقولي جمله والتانيه. تتعلمي الوقفات، ودي نقطه مهمه جدا، ان انت تتعلمي مثلا لما تيجي تنهي الجمله تبقى عارفه الجمله اللي بعديها لما هتتقال هتبقوا الاثنين متلنكين ببعضيهم. فدي نقطه برضو مهمه جدا. بعد كده بقى لما تخشي في المرحله المتقدمه شويه ممكن تتعلمي فوكاليز، هتضيف لك برضو كتير، ويمكن مش حاضر على دماغي اكتر من اللي انا قلته. عموما سواء انت او اي حد بيسمع الفيديو، لو اي حد محتاج اي نصيحه او محتاج اي ارشاد باي شكل في مجال الفويس اوفر، ده الانستجرام بتاعي. لو محتاج اي حاجه ابعت لي وهرد عليك في اي وقت تحتاجه ان شاء الله. السؤالين دول برضو مرتبطين ببعض، خيريه مغربي وجيجي محمد: ليه ما بتتكلمش عن القضايا العربيه او القضايا المصريه؟ بصراحه انا ما بثقش في المصادر العربيه، ويمكن ليه اسبابي، يعني مش عاوز اقول الاسباب، ولكن انا بشوف ان احنا لما بنيجي نقدم محتوى زي ده، في سواء الجاني او المجني عليه، السيره بتاعتهم احنا مسؤولين عنها بشكل كبير. ففكره ان احنا نقول حاجه هي مش فيهم واحنا ما بنبقاش متعمدين ده، يعني ممكن اكون جايب من مصدر مثلا معلومه معينه والمعلومه دي تبقى غلط، يعني يكون مثلا صحفي معين او شخص من الشهود اجتهد في معلومه فقال اي حاجه، فانا جاي اسرد الكلام ده وراه، فلاقي نفسي شلت ذنب، وفي نفس الوقت حطيت الشخص اللي هو الجاني او المجني عليه ده في صوره مش لطيفه. عشان ابعد عن الديبيت دي كلها، بصراحه مش حابب ان انا اشتغل في القضايا العربيه يعني او القضايا المصريه لحد ما اتاكد ان يكون في مصادر مظبوطه وموثوق منها اقدر اخد منها الكلام ده يعني. بس الاسئله بقى اللي جايه كلها اسئله كلها مرتبطه بيا انا، فبخصوص النقطه دي فهو شرف والله عظيم جدا، يعني ان حد يبقى مهتم اصلا ياخد من وقته او ياخد من تفكيره ان هو يعني يهتم انه يعرف حاجه عني او الكلام ده، فده والله شرف عظيم جدا يعني. جالي اكتر من سؤال، كانت اسئله فيها اسئله مكرره، فدي كانت اكتر الاسئله يمكن اللي اتسالت او اللي انتوا حابين ان انتوا تعرفوها، اللي هو اسمك ايه، متجوز ولا لا، منين، دراستك ايه، سنك كام، وبتشتغل ايه، طولك كام، وهوايتك ايه، اكلتك المفضله، وبرج ايه، واكتر لون بتحبه. نبداهم من تحت من حيث ما انتهينا يعني. اكتر لون بحبه الاسود، ما عنديش مشكله ان انا البس فول بلاك، يعني انا بحب الاسود جدا في اللبس او في اي حاجه ديكوريشن حتى او اي حاجه من الكلام ده. برج ايه، برج التردد برج الميزان. اكلتك المفضله بره البيت البيتزا الامريكيه تحديدا بصوص الرانش، يعني اي حاجه وحط عليها صوص رانش هتلاقيني دايس معاك يعني. جوه البيت مكرونه بشاميل جوسي من ايد امي، بس مش هاكلها من ايد اي حد تاني. هوايتك ايه؟ الهوايات كتيره، بس ممكن نقول اللي اتربيت عليها من صغري وبحبها جدا لحد دلوقتي هي الكوره بكل تفاصيلها، يعني يمكن قلت الحاجه دي في اول الفيديو. الكوره احب العبها، الكوره احب اتفرج عليها، الكوره احب العبها يعني حقيقي، او العبها بلاي ستيشن او اي حاجه من الكلام ده جدا جدا يعني. شغوف بيها قوي بصراحه، وكان نفسي من ضمن الحاجات اللي انا كنت بتمناها ان انا ابقى لاعب كوره يعني، بس يعني الحمد لله ربنا ما اردش. طولك كام؟ 186. بتشتغل ايه؟ انا شغال في شركه انتاج، جرافيك ديزاينر ومونتير. هي شركه انتاج فني معروفه في الوطن العربي يعني، وليها فروع كتيره بدون ذكر اسمها. هي تحديدا الفرع الام يعني في دبي، ولكن انا شغال في الفرع
بتاع القاهره مصر هنا. سني ايه؟ سني 26 وهكمل 27 ان شاء الله في شهر 10 اللي جاي. صغير على فكره، مش عجوز يعني كما يدعي البعض. دراستي ايه؟ انا معايا بكالوريوس نظم المعلومات الاداريه، وبالمناسبه انا ما كنتش من الناس اللي بتحب الدراسه، يعني مش من انصار التعليم الاكاديمي قوي. بميل للتعليم الخارجي، بحس ان هو بيضيف للانسان اكتر يعني. سواء اختلفنا او اتفقنا هي وجهه نظر يعني. منين؟ انا من مصر وتحديدا القاهره. متجوز ولا لا؟ لا. اسمك ايه؟ اسمي عمر. دي كده كل الاسئله اللي كانت معانا النهارده. كالعاده بشكركم على وقتكم اللي بتسمحوا لي والله ان انا اكون جزء منه. بتمنى دايما ان انا اكون عند حسن الظن. بتمنى دايما ان انا زي ما قلت لكم اقدم محتوى يليق بيكم، ما تبقاش زي ما بنقول عندنا بالمصري كده حشو وخلاص. دايما بحاول ان انا الكواليتي تبقى محترمه، التقديم يليق بيكم، حتى التفاصيل بتاعه المعلومات ما بقاش اي حاجه مغلوطه وخلاص. ويعني ربنا يعلم ان انا بجتهد جدا في ان انا اتحرى الدقه يعني في اي معلومه بقولها. فشكرا شكرا شكرا على الدعم الفتره اللي فاتت. يعني يمكن ما اتاحتليش فرصه ان انا اقول حاجه زي كده قبل كده. شكرا على الكلام. فكره ان حد يقعد اصلا علشان يضيع من وقته ويقعد يكتب لي كومنت طويل عريض يشكرني فيه ويشكرني ويوضح لي قد ايه انا بتعب في المحتوى وقد ايه هو ممتن لحاجه زي كده. ما كنتش متخيل برضو ان في يوم من الايام لما اجي اعمل مثلا محتوى، تحديدا محتوى الجرايم ده، ان الناس ممكن تهمل الموضوع خالص ويبقوا مركزين مع صانع المحتوى نفسه ان هم يعني يثنوا عليه او ان هم يشكروه. دي كانت حاجه اكتر واكبر من توقعاتي. وده من ضمن النقطه اللي انا قلتها في موضوع الامتنان، ان ده برضو من فضل ربنا سبحانه وتعالى، ان الواحد يعني ربنا مغطيه بستره يعني. فالحمد لله على دي نعمه. وشكرا تاني على وقتكم العظيم. فالاكيد طبعا اللي انتوا عارفينه والاهم بالنسبه لي ان انتوا تخلوا لي بالكم من نفسكم لحد ما اشوفكم ان شاء الله في فيديو القضيه اللي جايه. السلام عليكم.